فيما واصلت مروحيات الجيش اللبناني عمليات رش المبيدات لمكافحة انتشار الجراد في جرود عرسال والسلسلة الشرقية، بدأ المزارعون مكافحة هذه الآفة بعدما سجل تواجد الجراد في عدد من المناطق كاللبوي وزبود وجرود بريتال والنبيشيت. ومن أجل تنسيق عمليات الرش والمكافحة عقد لقاء طارئ في مركز اتحاد بلديات بعلبك ضم وزير الزراعة عباس مرتضى ورؤساء الاتحادات والبلديات ومديري قسم العمل البلدي والشؤون البلدية في حركة أمل وحزب الله. أعلن خلاله عن خطة طوارئ لمكافحة الجراد، لأنه نحن قدام نستعجل بمكافحة هذا الجراد، قدام نكون عم نخفف من كمية انتشارها وتكاثرها، وخاصة أنه هي بمرحلة نضوج وبمرحلة تكاثر. هذا الأمر نحن واجب أنه نكون عم نستعد له. وخلينا نحن نكون واضحين، اليوم وصل أعداد من الجراد إلى ماسة، وصل إلى أول طرية، يعني إلى حشبة، منطقة حشبة. وجرى التأكيد خلال اللقاء على عدم الاستهانة بما يخلفه الجراد من أضرار، وخصوصا بالنسبة للمزارعين. عايشين القلق على هذا الموسم أنه يجي الجراد ويقضي عليه، ونحن في ظروف صعبة استثنائية. يعني أي شيء هلأ حادث بيزيدنا ألم ووجع ومعاناة، إضافة إلى معاناتنا اللي هي بالأصل صعبة. وتقوم مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل بتأمين المبيدات للمزارعين مع الرصد الدائم لحركة الجراد. إن شاء الله عم ناخذ نتائج مبهرة ورائعة، هذا اللي بقدر طمن فيه. بس أكيد لازم دائما نكون محتاطين، ممكن مشكلة إنه يفوت لعنا بعد أسراب تانية. وبيّنت النتائج على الأرض حتى الآن فعالية في مكافحة الجراد، ولكن هذه العملية يجب أن تستمر خلال شهر واحد على الأقل بحسب وزارة الزراعة.